على ما يبدو أن قضاء طوس خرماط المنكوبة والتي يقطنها الغالبية التركمانية من الموالون لآل البيت عليهم السلام هي الأكثر دموية من باقي المدن العراقية، ففي هذه المدينة أبناؤها خلال شهر رمضان المبارك يتسحرون أو يفطرون على دوي من الانفجار، إما بسيارة ملغمة أو بأحزمة وعبوات ناسفة. ومن أجل إيجاد السبل الكفيلة لإيقاف نزيف الدم، عقد منظمة بادر فرع الشمال بمحافظة كركوك اجتماعا لتدارس أوضاع طوس خرماطو وكيفية حماية أرواح أبنائها من العمليات الإجرامية. الأوضاع الأمنية الحالية في مدينة طوس خرماطو وكيفية السبل في السيطرة على الوضع، بدأ في التفكير الجدي بالتحالفات والتفاهمات مع شركائنا في المدينة حول كيفية الوصول إلى نتائج جيدة جدا في المحافظة على أرواح أهلنا في مدينة طوس خرماطو، ووضع الحلول المناسبة حول هذه الاستهدافات العنيفة والإجرامية لهذه المدينة وللأهالي مدينة طوس المنكوبة. وبما أن لمنظمة بادر الخبرة العسكرية المتراكمة منذ وقوفه بوجه النظام الدكتاتوري وبشهادة خطباء الجمعة وبعض السياسيين، فإنها ستقوم بتنظيم الشباب وإقامة سيطرات مشتركة مع الاتحاد الوطني الكردستاني من أجل حماية مدينة طوس خرماطو وبالتنسيق مع الجهات المعنية. من المقرر تقوم منظمة بادر بتنظيم هذا التحرك وتنظيم الواجبات، حماية المدارس وحماية الحسينيات وحماية الأزقة وحماية أرواح الناس بالتنسيق مع القائمة المقامية والشرطة. وكما تم الاتفاق أن يكون هناك اتفاق مع الأخوة الاتحاد الوطني الكردستاني في قضاء طوس خرماطو، وأن يكون هناك لجان مشتركة وأن تكون هناك سيطرات مشتركة، دوريات مشتركة من هذا القبيل. فكل هذه أصبحت بعهدة منظمة بدر نظرا للخبرة المتراكمة لهذه المنظمة الجهادية المباركة في تنظيم حياة الناس. إذن دور منظمة بادر وقدرتها على استتباب الوضع الأمني في قضاء طوس خرماطو ما هي إلا لتأكيد خبرتهم الجهادية ومساعدة المنظومة الأمنية في المدينة. من محافظة كركوك، نجف أوغلو، الغدير الفضائية.